عملية سطو هوليودية تهز جماعة سحيم. سرقة ضخمة من وكالة بريد بنك تثير صدمة واستغراب الساكنة، واللغز المحير مفتاح غامض يزيد القضية تعقيدا. وفي الساعة الأولى من صباح اليوم الاثنين اهتزت جماعة سحيم بإقليم آسفيا على وقع عملية سطو غير مسبوقة على وكالة بريد بنك. وحسب مصادر مطلعة فقد نفذ مجهولون العملية باحترافية عالية بعدما أحدثوا ثغرة في الجدار الخلفي للبناية ليتمكنوا من التسلل إلى داخل الوكالة. المثير في القضية أن أفراد العصابة تمكنوا من فتح الصندوق الحديدي الخاص بالشباك الأوتوماتيكي والاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يقدر ب100 مليون سنتيم في ظروف غامضة للغاية. الغموض زاد بعد فرضية امتلاك العصابة لمفتاح أصلي أو نسخة دقيقة للصندوق، وهو ما وضع المحققين أمام أسئلة محيرة وفرضيات مثيرة. هذا وفور وقوع الحادث استنفرت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية جهودها، وحل القائد الجهوي للدرك بالعين المكان رفقة فرقة تقنية مختصة التي باشرت رفع البصمات وجمع المعطيات في محاولة لفك لغز هذه العملية التي وصفت بالهوليودية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات تسير في عدة اتجاهات، بينها احتمال وجود تواطؤ داخلي أو حصول الجنات على نسخة مطابقة للمفتاح. التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة وسط حالة استنفار أمني كبير ومطالب شعبية بكشف جميع خيوط هذه الجريمة التي أثارت ضجة كبيرة في المنطقة. وفي الختام، ما رأيكم في هذه العملية التي نفذت بدقة عالية؟ هل تعتقدون أن هناك تواطؤ من الداخل؟ اتركوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وضغط اللايك إذا أعجبكم الفيديو. نلقاكم في خبر جديد بإذن الله.